بُصّوا بقى الولاد بيجيبوا الكيس ب10 جنيه فيه كام واحدة كده ما يشبعوش، قُلت لهم ما تجيبوش من برّه تاني، أنا هاعمل ليكم ولأصحابكم، وقُمت بنُص كيلو دقيق عملت لهم كمية محترمة، شايفين الكمية دي قد إيه؟ عملت لهم مهرجان المولتو، إيه رأيكم في الجمال والطعامة دي؟ عملته بحشوتين وبُصّوا شكله عامل إزاي، خطير يا جماعة، خفيف وهش وبُصّوا عامل إزاي من جوّه، تحفة بجد، عايزاكم بقى تعملوا لايكات وشير كتير للفيديو ده عشان يستاهل، ويالّا بينا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، أول حاجة معايا كوباية من المَيّة الدافية، ربع كوباية من السكر، تمام كده، بيضة وما تقوليش بقى بيض ومش عارف إيه، والله لو تحسبيها في الآخر مش هتلاقيه بتكلفة برّه خالص، الكيس بيبقى فيه حوالي 5 وحدات مش هيعملوا حاجة. طبعًا فانيليا عشان البيض، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من الbaking powder، وربع كوباية من الزيت، ضِفت عليها معلقة واحدة بس من السمنة، تمام، معلقة كبيرة من الخل، ونُص كيلو من الدقيق أهو، 3 كوبايات من الدقيق الكبار المليانين، بس كده، بس كده، هي دي المقادير، هنعجن المقادير دي كويس جدًا مع بعضها، والمقادير مضبوطة مش هتحتاجي أي حاجة معاها. تمام، هنعجنها كويس جدًا، جدًا مدة ما تقلش عن 5 دقايق لحد ما تكون طرية كده ومش بتلزق في إيدينا، ولو ما عندكيش سمنة ممكن تستغني عنها وتكتفي بربع كوباية الزيت ما فيش أي مشكلة. شايفين العجينة عاملة إزاي؟ خلاص هي اتعجنت معايا كده لو بتعجنيها على إيدِك 5 دقايق متواصل هتبقى معاكِ بالنتيجة دي. هاغطيها واسيبها تخمر حوالي نُص ساعة، ساعة إلا ربع بيتضاعف حجمها بيبقى معايا بالشكل ده. هانزّلها كده على الرخامة وابدأ أقطّعها، هاعمل إيه، هاقطّعها ل3 كِوَر كده أحاول إن هُم يكونوا قد بعض، أهو بالشكل ده، هاشيل بقى 2 وهاستخدم واحدة قدّامي، عايزة أقول لكم إن الكمية يعني ما شاء الله وفيرة جدًا، اللي شفتوه ده في الصينية غير اللي اتاكل كمان وهو طالع من الفرن سخن. بُصّوا بقى جِبت كده أول كورة فردتها، حاولي بقدر المستطاع تفرديها تبقى دايرة، تمام، جِبت قطّاعة أو سكينة وقطّعيها 4/4 وكل رُبع قطّعيه ل4 أو 5 كمان زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، لإن إحنا عايزينه اللي هو الmini مولتو الصغير خالص، تمام، قطّعته بالشكل ده، طبعًا لو حاباه كبير ما فيش مشكلة قطّعيه كبير براحتك خالص، جِبت بقى إيه مكعب واحد من الزبدة فردته بالشكل ده على العجينة، برضه لو مش متوفر عندِك ينفع زبدة ينفع زيت. هنا كان عندي شوكليت شيبس، لو عندِك شوكولاتة مطبخ قطّعيها برضه حُطّيها، عندِك نوتيلا حُطّيها، أي نوع شوكولاتة عندِك حُطّيه، تمام، وزّعت بالشكل ده على العجينة وبدأت أقفّل عليها بالشكل ده، لازم أقفّل كويس عشان ما تخرجش بس منها الشوكولاتة تخرج أثناء التسوية، وبعد كده هالِف بقى رول كده زي ما أنتم شايفين، بس كده. وأرصها في صينية تكون مدهونة بالزيت أو عليها ورقة زبدة، وأنتم عارفين برضه إن أنا بافضّل إن إحنا ندهن ورقة الزبدة بالزيت عشان ما تلزقش، النوع الأبيض ده بالذات، تمام، أهو خلّصتها كلّها بالشكل ده، شايفين أول كورة عملت معايا كمية قد إيه، كمية ما شاء الله كتيرة وحلوة جدًا، طبعًا أنضف وأوفر بكتير من برّه، تمام، كده خلّصنا بقى أول كورة، هابتدي آخد الكورة التانية هافردها بنفس الطريقة دايرة برضه وبعد كده أجيب مكعب من الزبدة أفرده عليها يعني قبل التقطيع بعد التقطيع براحتك خالص زي ما أنتِ حابة. وبعد كده أقطّعها زي ما أنتم شايفين، قطّعي الربع ل5 ل4 براحتك زي ما أنتِ عاوزة، تاني حشوة هاحشيها بالمربى، أي نوع مربى عندِك، كمان حابة تحشيها بالجبنة يبقى عندِك حادق وحلو براحتك خالص، حابة تحشيه كلّه شوكولاتة، كلّه مربى، حابة تسيبيه فاضي وتبقي تحشيه بعد التسوية، دي حاجة ترجع لِك. هاحشيه بقى بالشكل ده وأقفّل على المربى كويس وابتدي إيه، ألِف رولات بالشكل ده لحد ما أخلّص الكمية كلّها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، مهم بس بنقفّل على الحشوة كويس عشان ما تخرجش في الفرن، تمام، ودي كده أول صينية اختمرت معايا، جِبت بقى الدهان بتاعنا، شوية من الحليب، عليه رشة من النسكافيه وهادهن الوش بالشكل ده، شوية من السمسم، حابة تضيفيه حبة، مش حابة خلاص براحتك خالص، حابة تدهنيه بصفار بيض أو بيضة كاملة عليها فانيليا زي ما أنتِ حابة، بندخّل الفرن على أعلى درجة حرارة يكون متسخّن من قبلها ب10 دقايق، بنحطه في الرف الوسطاني، عندِك إمكانية إن أنتِ تشغّلي فوق وتحت شغّلي، ما عندكيش شغّلي تحت، لحد بس ما ياخد لون بتشغّلي عليه الشواية ياخد لون من فوق وبيخرج بالشكل القمر واللون الدهبي الجميل ده زي ما أنتم شايفين. بُصّوا الجمال، شايفين الطعامة والهشاشة، بُصّوا الشوكولاتة خارجة منه إزاي، شايفين الطبقات والتوريقات، بُصّوا عامل إزاي، شايفين الكمية بقى، الكمية الصينية دي غير اللي اتاكل وهو سخن، بُصّوا كمان اللي بالمربى وباين بقى فيه الهشاشة والتوريقات إزاي، إيه رأيكم في الجمال والطعامة دي؟ بألف هنا وشفا لكل اللي يجرّبوا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير للفيديو ده وبس كده.